في وقت الحرب كاس جون ريمي اختفى ومحدش كان عارف هو فين، لكن الحقيقة كانت أغرب من الخيال. مع بداية الحرب العالمية التانية كان في خوف حقيقي إن الكاس يضيع أو يتسرق أو يقع في إيد ألمانيا، وعشان كده فكر مسؤول إيطالي كبير اسمه أوتوريني باراسي في فكرة ما تخطرش على بال حد. أخد الكاس بشكل سري من البنك اللي كان فيه وحطه في بيته تحت سريره في علبة أحذية، ومفيش حد نهائي كان يعرف الموضوع ده حتى أقرب الناس ليه. وعدت سنين والكاس مختفي، البطولة أصلا ذات نفسها اختفت لمدة 12 سنة. وبعد انتهاء الحرب العالمية التانية باراسي سلم الكاس للفيفا، وبعد توقف دام 12 سنة بسبب الحرب العالمية التانية رجعت الحياة تاني لكاس العالم، وده كان سنة 1950. ولكن رجوع البطولة ما كانش بالساهل أبدا. الاتحاد الدولي لكرة القدم واجه صعوبة كبيرة بإقناع الدول الأوروبية بالمشاركة في البطولة. وده ليه؟ علشان القارة الأوروبية كانت لسه طالعة من حرب عالمية مدمرة ودول كتير ما كانتش قادرة تشارك. فالبرازيل بقى قررت تنقذ البطولة وأخدت شرف تنظيم البطولة وغيرت شكلها بالكامل. البرازيل اقترحت إن البطولة ترجع بنظام المجموعات بدل نظام خروج المغلوب عشان تدي فرصة للمنتخبات إنها تلعب أكتر، وبالتالي العائد المادي يزيد أكتر، وهو ده اللي شجع أوروبا إنها تشارك. ورغم إن الفيفا في البداية كان رافض الاقتراح ده بس اضطر إنه يوافق عشان البطولة ما تتلغيش. لكن المشاكل ما وقفتش هنا، في دول اتمنعت من المشاركة زي ألمانيا واليابان، ودول تانية انسحبت زي الأرجنتين بسبب خلاف مع البرازيل، ودول من شرق أوروبا رفضت المشاركة. حتى الهند انسحبت بعد القرعة، وكملت بقى بانسحاب فرنسا. فالبطولة كلها ابتدت ب 14 منتخب بس، واتقسموا على 4 مجموعات، المتصدر يتأهل لدور نهائي بنظام مجموعة، يعني مفيش نهائي رسمي. البرازيل في البطولة دي كانت بتقدم أداء عالمي ونتائج كبيرة، والجماهير البرازيلية ابتدت تحتفل بالبطولة من قبل النهاية. وجيت اللحظة الحاسمة اللي هتحدد بطل كأس العالم، واتلعبت على ملعب اتبنى مخصوص للحظة دي، ملعب ماراكانا، أكبر ملعب في العالم وقتها. المدرجات كانت مليانة على الآخر، العدد الرسمي كان 173 ألف، لكن الرقم الحقيقي كان أقرب ل 200 ألف متفرج. أكبر حضور جماهيري في تاريخ كأس العالم. كل الناس دي جاية عشان تحتفل مع البرازيل وهي بترفع الكاس، والصحف البرازيلية كانت أعلنت بالفعل فوز البرازيل، وتم تجهيز الكاس والميداليات وكل حاجة كانت بتدل على ان البرازيل هتبقى البطل، لان كان يكفيها التعادل بس. نيجي بقى للمباراة. البرازيل كانت بتلعب قدام الاوروجواي، المنتخب اللي محدش متوقع منه حاجة، لكن قائد الاوروجواي كان عنده رأي تاني. قال لزمايله قبل الماتش الجماهير بره والماتش جوه، ما تخافوش. المباراة بدأت وكان في ضغط برازيلي كبير والجماهير بتحتفل وبتغني، لكن الأوروجواي كانت صامدة وانتهى الشوط الأول 0-0. مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 47 البرازيل بتسجل أول هدف عشان الملعب ينفجر والاحتفال يبتدي، خلاص البرازيل بطلة العالم. لكن فاريلا كابتن منتخب الأوروجواي ما استسلمش، اعترض على الهدف وفضل يناقش الحكم مش عشان يلغي الهدف لكن عشان يهدي الملعب ويكسر حماس الجمهور. وفي الدقيقة 66 تتعادل الأوروجواي مع البرازيل والصوت يهدى والقلق يبدأ يدخل القلوب. وفي الدقيقة 79 ألسيدس جيجيا يستلم الكورة، الكل متوقع انها عرضية ولكنه يسدد مباشرة، والكرة عدت من الحارس باربوسا ودخلت الشباك. وفي اللحظة دي الماراكانا كله سكت، 200 ألف شخص في سكوت تام. الدقايق عدت والبرازيل بتحاول لكن مفيش فايدة، وفي لحظة الحكم يصفر والأوروجواي بقت بطلة العالم. الخسارة دي ما كانتش مجرد خسارة مباراة، دي كانت صدمة وطنية. الجماهير بكت واللاعبين انهاروا والحارس باربوسا بقى كبش الفدا. لحظة واحدة غيرت حياة باربوسا بالكامل. الجمهور والإعلام حملوه المسؤولية كأنه هو السبب الوحيد، رغم إن الحقيقة إن فريق كامل خسر مش شخص واحد. لكن باربوسا عاش طول حياته بالذنب ده، عاش باقي حياته متهم لدرجة إن حتى اتمنع إنه يزور معسكر المنتخب. وقال جملته الشهيرة: في البرازيل أقصى عقوبة 30 سنة لكن أنا اتعاقبت طول حياتي. ولغاية سنة 1950 البرازيل كانت بتلعب بقميص أبيض بالكامل، ولكن بعد الخسارة دي اعتبروا اللون الأبيض نحس وعملوا مسابقة لتصميم قميص جديد، ومن هنا ظهر القميص الأصفر اللي بقى رمز البرازيل لغاية دلوقتي. يوم المباراة دي كان المفروض يبقى واحد من أجمل الأيام في البرازيل، ولكنه تحول لذكرى سودة. 200 ألف شخص كانوا بيغنوا لكن فجأة سكتوا. كأس العالم غاب 12 سنة، ولما رجع بتمن كبير جدا وخسارة للبرازيل. حلم اتكسر وجيل اتغير وحارس دفع عمره كله عشان لحظة واحدة. ومن وقتها العالم اتعلم درس مهم، ان في كرة القدم مفيش نهايات مكتوبة ولا في احتفالات ولا في بطل قبل ما الحكم يصفر. ودي كانت حكايتنا النهاردة في حكاوي المونديال مع دينا صقر. استنوني في الحكاية الجاية.